السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وقبل ما نبتدي اي حاجة ننزل في الكومنتات نكتب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بقى حاجة كده حلوة كده وجميلة وسهلة جدا، بس اللي هيشوفها بقى يقول ايه ده صارفين ومكلفين والدنيا ايه. هنعمل ايه؟ هنعمل كيكة بصوص الفراولة، سهلة جدا وبسيطة جدا. من اسمها يبان اللي هي حاجة كبيرة قوي بقى وايه، لكن لا، هي سهلة قوي قوي. وهنعملها ان شاء الله باسهل طريقه. تعمليها كده بالليل بكل مكوناتها عندك. هتجيبي بس حاجه من بره ممكن دي اللي ما تبقاش موجوده عندك، لكن كل المكونات موجوده عندك وسهله وبسيطه جدا. هنضيف لها الاضافه اللي انا هقول لكم عليها، هتحوليها من كيكه شاي عاديه لاحلى كيكه ان شاء الله تحلي بيها وتحطيها كده في عزايم، في عيد ميلاد، اكنك ايه صارفه ومكلفه بقى. يلا بينا اوريكم الطريقه. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي هنعمل احلى كيكه بصوص الفراوله، لذيذه جدا جدا وسهله وبسيطه مفيهاش اي افتكاسات. هي بس كام تكايه صغنونه قوي هتخلينا نعمل احلى كيكه بصوص الفراوله. هتقومي دلوقتي تبعتي ابنك يقولي له روح هات لي كيس جيلي فراوله من عند السوبر ماركت وتعالى لي. بقيه الحاجه كلها عندك في البيت. اللي هي ايه؟ الكيكه اللي انا هقولها لك دي كيكه الشاي العاديه جدا، اللي هي بتتعمل عاديه من غير صوص بقى ولا اي حاجه. حته الصوص اللي هتدخل لها هتوديها في حته تانية اكننا بقى صارفين ومكلفين بقى وايه. لكن انا الاول هقول المقادير العاديه عشان لو عايزه تعمليها من غير صوص الايه الفراوله. هي عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، كوبايه زيت او سمنه، كوبايه لبن، 3 بيضات، كيس كيك شيف او بيكنج باودر، وكيس فانيليا. بس كده، هي دي المكونات بعيدا عن كيس الجيلي. يبقى تاني، مقادير الكيكه العاديه بتاعه الفطار بتاعه الشاي اسهل طريقه: كوبايتين دقيق، كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه سمنه او زيت، 3 بيضات، كيس كيك شيف، وكيس فانيليا. هنعمل بقى، عايزينها النهارده نحليها شويه ومعانا 10 جنيه زياده، 9 جنيه بالظبط. هنبعت بقى ابننا حرنكش كده، نقول له اجري يا حرنكش روح هات لنا ايه كيس جيلي. راح حرنكش وجاي جاب لنا كيس الجيلي. هنعمل ايه بقى؟ هي دي بس التكه، كيس زي كده هنفتحه تمام كده. هناخد منه معلقه الاول. بصوا بقى الخطوات. اول حاجه قبل ما نعمل اي حاجه ناخد دي معلقه وهنخليها بره دلوقتي، وخليكم فاكرين هقول لكم ليه دلوقتي عشان بس انا ممكن انسى. هنيجي بقى نحط المقادير ما عدا البيض. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا الجميل، خلاط الجديد اللي انا لسه جايباه. طبعا لازم استعمله بقى، قلت اعمل لازم بقى في حاجه حلوه اكرم الاولاد. دلوقتي بقى هنشيل دلوقتي على جنب الدقيق والبيض، خليهم دلوقتي. هنجيب السكر. وفي بقى حاجه، لازم كل المعيار يبقى بكوبايه واحده. لو مش هتحطي كل الكوبايات دي، بس انا كمان عشان تفصيله هوريكم حاطه في كل، لكن في الطبيعي بعاير بقى هي كوبايه واحده، بعاير بقى كل حاجه، بس المهم تبقى كوبايه واحده. هنحط السكر في الخلاط تمام كده، وهنحط اللبن في الخلاط مركزين، ونحط الزيت او السمنه في الخلاط كده. كل المواد السائله اتحطت. في المرحله دي لو مرحله كيكه عاديه هقوم حاطه معاهم البيض والفانيليا، لكن انا دلوقتي هعملها بصوص الفراوله. لكن لو كده هحط البيض والفانيليا، كل المكونات السائله، والدقيق والبيكنج باودر بس، واقلب اقلب وحط في الصينيه في ايه على الفرن. هقول لكم مرحله التسويه وتكاتها عشان بتبوظ من ناس كتير، لكن انا دلوقتي مش هعملها كيكه عاديه. يبقى حطيت السكر، اللبن، السمنه او الزيت. هحط بقى ايه؟ الصوص بتاع الفراوله الجامد بتاع الجيلي، هنحطه كله تمام كده. ودول كده لسه هنخليهم على جنب بعض، واقوم ضربه بس كده. دلوقتي بقى ايه، طبعا ضربت بقى والدوشه والزيطه دي كلها ايه، هقوم شايله كده. بصوا بقى خلاص. يبقى هنا اللبن والزيت او السمنه زي ما قلنا والسكر بس كده، ضربتهم مع بعض. اوعي تحطي معاهم البيض، لا. لغايه المرحله دي بقى هنحط ايه؟ هاخد كوبايه. خلاص ضربنا كويس. بص بقى ضربتها كويس جدا، ضربتها كتير، لازم تتضرب كتير بس كده. خدت كده من الصوص الجامد صوص. بص بقى طعمه تحفه، جيلي بقى، تخيلوا جيلي بقى والسكر والسمنه بقى ايه تحفه. بس كده. الكوبايه دي اجري بقى خدي حرنكش حطها لي في التلاجة. حرنكش يقوم جاي حطها في الفريزر عشان تسقع، عشان اول ما نخلص الكيكه بتاعتنا
وهي سخنه نقوم جايبين الصوص ده من التلاجه وحاطينه على الوش. كل حاجه هقولها لكم. خلصنا خدنا الكوبايه، اوعي تضربيه وتشيلي الصوص وهو في البيض، لا خلي اوعي تحطي عليه البيض، ده انت كده تبقي غلطانه. لا خليكي شطوره وتقومي عامله ايه، يشيل الاول تضربي كله ما عدا البيض والفانيليا. بس دلوقتي بقى هنحط الفانيليا. تمام الله يا ماما لونها حلو قوي، تسلم ايدك وريحتها جميل. ماشي. هنجيب بقى وحشتوني كده بس كده شويه يا ماما. بس هنقوم عاملين بقى، هنقوم بقى خلاص بقى خدنا الصوص خلاص الكوبايه، الباقي الصوص بقى نقوم حاطين عليه ال3 بيضات. الصينيه دي بتطلع صينيه محترمه كده حلوه يعني تاكل 5 6 افراد يعني. واقوم حاطه ال3 بيضات بتوعي الحلوين. عندك بقى بنتك زي ما انت مطقشه في دماغها كده البيضه ماشي مفيش مشكله، بس بصراحه بقى ساعات بيقع انا اللي هتبهدل يعني من الريحه. بس كده وحطينا ال3 بيضات حلو جدا كده. بس يبقى حطينا بقى يبقى شلنا الصوص. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم بتعرفوا تعملوها بس في ناس ما بتعرفش تعملها. بس واقوم حاطه كده، اقوم بقى ضربه تاني اضرب بقى بس كده هضربهم بقى في الخلاط البيض والفانيليا مع بقيه الصوص وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى عملنا ايه، خلاص كده الصوص اتضرب كويس قوي يعني 5 دقايق كده تفصلي الخلاط وتشغليه وهتشغليه على طول ورا بعض. 5 دقايق ايه يعني تقدري تشغليه وتفصلي تشغليه وتفصلي. دول كوبايتين الدقيق وكيس البيكنج باودر. البيكنج باودر عايزه اقول لكم لازم منخولين، اوعوا تنسوا الخطوه دي عشان ما تطلعش مكتومه. بس بقى واقوم جايبه الصوص الجامد التحفه ده، جامد 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 حلو قوي. بصوا شكله، بصوا بقى هاتيه ملوكه. بس واقوم جايبه الصوص ده ومفضياه كده. الله، عايزه اقول لكم ريحته جامده وشكله اجمد يعني الاثنين جمال قوي. يلوي مش عارفه اشيله ثواني. بس بقى كده طبعا كل بقى البتاع بقى اللي جوه الصوص الجامد ده اوعي تسيبي حاجه. الست المصريه الشاطره ما تسيبش حاجه في خلاطها ولا في طبقها، تفضل تعمل فيه لاخر قطر. مش مهم يقولوا بقى ده ايه ده مش ايه ده، لا احنا ستات صين حرام، احنا لازم نبقى شاطرين. بس كده يا حبايبي مسحت. بصوا ازاي، اوعي تسيبوا فيه حاجه، انتوا حرين، هشوفكوا واعرف. بس كده العصفوره هتيجي تقولك واقوم بقى ايه خلاص الخطوه دي بس. واقوم بقى ايه تفضلي بقى تقلبي كده، تسمي الله بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي كده كويس لغايه ما كل ده كده يتعمل مع بعضه، يبقى نسيج واحد. بصوا تقليب بقى كده لغايه ما تلاقيها ايه كلها بقت حاجه واحده. شايفين كل ما الصوص بقى بصي يبقى بينك فاتح. بس كده بصوا بقى جامده جدا والحته بقى ايه جميله. هروح اقلبها شويه وارجع لكم تاني. بس كده بصوا بقى قلبتها خالص لغايه بصي بقى الصوص بقى ايه ما فيهوش دقيق تماما. بصي مبقاش فيه دقيق، شايفين؟ بس بصوا شكلها بقى. بس كده دي كده خلص على كده. نيجي بقى للتكه دي مهمه. طبعا هتجيبي صينيه وتدينيها دقيق زيت الاول او سمنه وبعدين تقومي مبدراها كده بالدقيق. الخطوه دي لازم جدا. بس وهنقوم بقى جايبين ديت نصفي طبعا ده كده برده خالص، اوعي تسيبي فيه حاجه. طبعا تسيبي بقى اللي بتسيبيه وما بيقعدوا يلحسوه يعني. طبعا مش هنفتح الدنيا ومش هقول لكم ان انا عيالي يفضلوا واقفين لي عشان اول ما اخلص للمرحله دي ويقوموا واخدينها ايه لحس فيه. او ما انت كده لو مش لو قلت لهم هتقولي ايه تاني؟ هي مالك ايه؟ طبعا هي ده عشان ماسكه التليفون ما مسكتهاش. اول بقى ما اخلص التصوير هتقوم جاريه وراجعه. بس بقى واقوم جايبه الصوص بتاعي الجميل ده كده واقوم بقى ايه مفضياه ونزلي وتمسحي طبقك خالص. سيبي يا ماما شويه يا ماما. لا مش لازم الضمير. لا ده بصي ضميرك بقى لازم يصحى هنا، اوعي تموتيه. بصي ما تسيبيش فتفوته في الكيكه. بس يا حبايب قلبي ودي الكيكه بتاعتنا. بصوا سهله وبسيطه جدا. انا بصوا حبيت اللي انا اقولها لكم بكل تفاصيلها عشان اني مش، لكن هي سهله. المكونات السايله على بعضها والمكونات التانية على بعضها وشكرا. هنحط صوص بقى شوكولاته، صوص فراوله، اي صوص بقى باي طعم انت عايزاه. هتعملي نفس الخطوات في المكونات السايله وتقومي حطوها. حرام بقى سيب لها الحته دي تلحسها هي والعيال. هي دي اللي هنت عليكي. ايوه بس واقوم بقى ايه بصي تكه بسيطه قوي كده هخليها تهز بسيط قوي. بصي اهي هزيها بس كده وعلى الفرن. نيجي بقى لمرحله التسويه واهم مرحله فيهم. هنعمل ايه؟ هنكون انا مولعه الفرن بقالي يجي 5 دقايق. الفرن لازم يكون سخن
وعلى درجه حراره متوسطه. مش هقول لك بقى 180 و200 والكلام ده، لا احنا عاديين بنعمل بالنظر كده، اللي هو درجه الحراره المتوسطه. لو نارك عاليه قوي قوي وبتحرق الحاجه خليها اقل من المتوسط بحاجات بسيطه، نص ساعه ما نفتحش عليها. لكن لو انت بقى بصي المفروض نص ساعه ما نفتحش، انا بعمل كده بعد نص ساعه بنبص عليها وتظبطي الساعه. اهم حاجه انك تظبطي الساعه عليها بس كده. هتشمي ريحتها وتقومي طبعا عاملاها بخله كده او باي حاجه او بسكينه او باي حاجه من النص، طلعت نظيفه يبقى كده استوت. طلعت لا تقومي محطاها تاني مثلا 3 دقايق دقيقتين حسب ما تكون استوت وبس كده. واول ما تطلع بقى الكيكه هوريكم بقى ايه هتبقى عامله ازاي، وهنكمل بقيه الخطوات لان ناقص خطوتين لسه هنعملهم، هي لسه كده غلطتش، لسه ناقص لها بس خطوتين وهتطلع من الفرن وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي بصوا طلعتها جميله. طبعا هي غامقه شويه، مش هي في الصوره جايه غامقه، بس عشان هي في كيكه فراوله، هي من جوه هتبقى بينك. انا هقطعها لكم دلوقتي بصوا عاليه ازاي وجميله، وحطيت واختبرتها دي بعد نص ساعه بالظبط. التكه بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي، هنجيب فاكرين المعلقه بتاعت الجيلي دي، هنجيبها في كوبايه ميه عاديه جدا، واقوم ايه محطاها واقوم مقلبه وادوب بقى الجيلي ده خالص خالص، المعلقه في حبه الجيلي دول واسقي الكيكه بيهم. عايزه ده عامل هيبقى منه صوص كده سايل او طعم شربات جيلي، يعني طعمه جميل قوي قوي يعني. بس كده واقعد بقى ايه ادوبه، بس انا عايزه ايه يدوب خالص. ودي بقى تدوبيه كده خالص، وبعدين تقومي ساقيه بيه الكيكه، وبعدين تقومي حاطه بقى الصوص الجامد بصوا كده وهي سخنه. واوعوا تخلوها تبرد، لا هي سخنه طالعه دلوقتي كده بالمعلقه كده تسقيها كلها كده الله يا ماما عشان تحفه. تدخل جواها. بصوا شايفين العظمه دي؟ تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا قلبي. بصوا كده كده بيها كلها الاول. تمام. احلى كيكه بصوص الشوكولاته دي ولا بصوا الشوكولاته ايه يا ملوكه؟ دي صوص الفراوله دي ولا خلصناها كده. بصوا هتلاقيها كل الصوص ده شربته، نقوم بقى جايبين الصوص ده كده. الله بقى ده اللي خطير. بصوا بقى وتقعدوا بقى تعملوا بقى كده وتساووا. عايزه اقول لكم تحفه، وتخلوا فيها كم معلقه بعد كمان ما تتقطع بتبقى جميله بقى وكيكه. بصوا تحفه. عايزه اقول لكم والله العظيم ده هي فاتحه، هي الكاميرا هي اللي مغمقه. طب بصوا ثواني بس اشغل النور الاضاءه عشان الاضاءه لقيتها مطفيه. ثانيه واحده. فين الرنج؟ بس كده انا حاولت ايه اعمل الاضاءه شويه. بصوا باينه سخنه مولعه بس كده. افضل احط بقى في الصوص كده، وهعمل بقى ايه تكه تانية. ده كده لسه ما قطعتهاش، اقوم بقى مقطعاها واخلي حبه الصوص دول عشان تدخل جواه، تدخل بقى جواها. ولو في بقى عندك صوص زياده بعد ما تقطعي وتدي كل واحد الحته بتاعته، تخلي له كده معلقه يحط ايه بيها. بس كده هقطعها بقى وارجع لكم. دلوقتي بقى خلصت الكيكه جامده. بصوا بقى الشكل جميله. بصوا شايفين جايباها كويس يا ملوكه ولا لا؟ بصوا ارفعها بس فوق شويه. بصوا بقى القطع وهشه. بصوا عايزه اقول لكم بصوا شايفينها؟ بصوا جميله. بصوا عامله ازاي وطعمها تحفه، عاليه ازاي والصوص ولا مكتومه ولا. بصوا بجد مظبوطه 100%، جميله جدا. اهو شايفينها حلو. بص عامله ازاي هشه جدا وجميله وسهله وبسيطه وكل مكوناتها في البيت. هي التكه بس الولاد بقى يفرحوا بيها، اللي هي بصوص البنك بقى، تقولي عليها بالفراوله، تقولي عليها كيكه بالجيلي اللي انت عايزه. حرنكش دور قد دور جامد النهارده. حرنكش ايوه اللي راح جاب الصوص ده لازم تروحي التكبيره شويه. بصوا سهله جدا وجميله. طبعا بقى لازم ادوق، تعرف انت مش تفاصيل كل مره مش هعيدها يعني. ابتديت لازم ادوق الجمال والعظمه. او ما ضايقتش تبقى مش مصريه. لا دي حتتها عشان بس استطعم اكتر. جميله بجد حلوه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها، سهله وبسيطه. عايزه اقوله بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الكومنت وتشتركوا في القناه. اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي مش عامل كومنت لغايه دلوقتي لغايه الجمال والعظمه ده ازاي يعني يعمل لي اللايك ويعمل لي الكومنت الجميل. وقبل ما اختم لازم نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ومع السلامه.